بصوا يا حبايبي، انا خلصت الطبق الجميل، طبق السمك الموسى. قدمناه كده مع رز صياديه في منتهى الجمال وشكله يجنن. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي. زي ما قلنا احنا ما نشفش مننا وما شربش زيت وشكله جميل جدا. طبق يفتح النفس وجميل جدا يا جماعه، ويفتح النفس. ولايك وشير حبايبي عشان تشوف كل حاجه جديده عندي، واشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. باي باي. طيب عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى المنيو بتاعنا يا جماعه معايا سمك موسى. اما سمك موسى الحلو ده الجميل، هو صغير شويه يعني حجم متوسط كده، اللي موجود بقى في السوق لقيته، فقلنا نجيبه ونتبله. التتبيله بتاعتنا بروفين بقى طريق اهو مبطرخ. تتبيله يا جماعه توم، انا عملت الدقه بتاعته توم وكمون وقرن فلفل سبايسي وكزبره وبهارات السمك يا حبايبي، وتبلتهم بقى من بالليل للصبح كده عشان ايه؟ يدونا طعم حلو كده بتاع. المهم بقى اهم حاجه في القلي بقى يا جماعه، انا معايا كوبايه دقيق ومعايا معلقتين نشا. ماشي؟ زي ما احنا بنبهر السمك ونتبله من جوه هنتبله برده من بره. انا معايا نص بابريكا، نص فلفل، نص معلقه كزبره ونص معلقه ملح. هرشهم كده الحاجات الحلوه دي على الدقيق. ومعايا دلوقتي هي معلقه حبه البركه مطحونه ومعلقتين سمسم، وكل ده الحاجات الحلوه دي كلها برده هنعملها على فين؟ على الدقيق، وهنقلبهم كده مع بعض. في ناس بيقولوا لك بينشف منهم السمك الموسى. المهم ان احنا ما نخليهوش، نحطش زيت كتير وما نخليهوش ينشف على طول. المهم التتبيله، والتتبيله الدقيق دي بتبقى جميله جدا، ما بتاخدش وقت معانا يا جماعه. بصوا لما احنا بنوضب كل حاجه، الحاجه بتطلع في منتهى الجمال. وهادي السمك اهوت، وهنتبله هنحطه في الدقيق كده. هعمل الكميه كلها وهوريكم، مش هينشف مننا ولا حاجه، وهيبقى جميل جدا. المهم جدا ان احنا ننضفه بس كده من قبل ما نحطه في الدقيق يا جماعه، قبل ما نحطه في الطاسه، بس نبطنه كويس يشرب النشا بقى، بيديله خرفشه، يديله مخرفش كده وينشفه وما يطراش معانا، ويديله شكل حلو قوي النشا. فديت اللي انا برضو بحب اوريكم كل حاجه. الحاجات الجميله بقى، احنا قلنا برضو قبل ما يمشي السمك الموسى جميل، انا بحبه عامه ورخيص برضو دلوقتي، فالواحد يستفاد بيه برضو احلى من السمك واحلى من اللحمه والفراخ. زي ما انا قلت لكم كل حاجه احنا بنحبها كده، انا بحبها بوريها لكم بحيث ان احنا كلنا نستفاد يا حبايبي. ماشي؟ وهعمل الكميه كلها بقى، يلا بينا على الزيت، وهنوريكم احلى سمك موسى مقلي في البيت. وعملت جنبه سمك رز صياديه يا جماعه، برضو انا هبوريه لكم كده عشان البنات، في بنات كتير وكل الولاد اللي هم بيعرفوش يطبخوا او يخشوا المطبخ، هبقى اعمل لهم حلقه برضو من اول للسمك الرز الصياديه يا حبايبي. ماشي يا حبايبي؟ ثانيه واحده كده قلبت على الوش التاني، ما بياخدش ثواني فعلا وما بيشربش زيت. وهنطلعه وهنعمل الكميه كلها ونقدمه مع شويه الرز دول الجمال. وخليكم معايا ثانيه واحده حبايبي. انا عملت الزيت اهو، بحط الزيت كتير خالص. وهنبدا بقى ناخد السمكيه ناخدها كده من دي ونحطها في الزيت، ما بياخدش ثواني. اهم حاجه ان هو ما ياخدش ثواني اهو. بصوا شكله جميل، مش هياخد زيت خالص، عشان كده انا حبيت. ممكن في طريقه ثانيه، بس انا حابه اللي انا اعمله ده عشان انا جربته وقلت اجربه لكم، اللي هو ما بياخدش ثواني خالص في النار. السمك الجميل والنشا بقى والتتبيله اللي احنا عاملينها له دي في منتهى الجمال كده كفايه. وعملت بقى مع الرز الصياديه اهو. اتفضلوا بقى معايا في منتهى الجمال، اكله سريعه واكله حلوه قوي واكله رخيصه برده، زي ما احنا متفقين اللي احنا عايزين نعمل كل حاجه لاولادنا في البيت باقل الاسعار، بس يبقى في اكل ياكلوه، يبقى مغذي ليهم ويبقى كويس، بحيث ان الاكل بتاع بره كله يا جماعه غالي، واحنا اتفقنا زي كل حاجه احنا بنعملها في البيت. فانا بحب اوريها لكم برده على السريع كده حبايبي، علشان كله نستفيد من بعض. واخدين بالكم؟ سمسم بقى وحبه البركه احنا عايزين نكتر منها كتير جدا، علشان البرد يا جماعه، البرد بيبقى جامد، وحبه البركه بترفع المناعه حلوه قوي. والسمسم كمان بيدينا اوميجا 3 وحاجات مفيده. الحاجات دي برضو على قد ما نقدر نزودها في اكلنا يا جماعه. نصحنا حبه البركه
بستخدمها مع كل الاكل زي الفلفل الاسود كده. ماشي، خليكم معايا ثانيه واحده كده وهقلبه.